بسم الله الرحمن الرحيم. أما جوليتنا لمان عمر بياني في سراج كمال توحيد أساسية برتوتا كان نوقا فتني إن شاء الله الرقودة فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما العقيدة؟ جواب: هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المؤمنين في الإيمان بالله عز وجل وما يجب له من التوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. سؤال: ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ جواب: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: من ربك؟ جواب: ربي الله. سؤال: بما عرفت ربك؟ جواب: بآياته ومخلوقاته. سؤال: اذكر آيتين من آيات الله. جواب: السلام والأرض. اذكر مخلوقتين من مخلوقات الله. جواب: السماء والأرض. سؤال: ما دينك؟ جواب: ديني الإسلام. سؤال: ما الإسلام؟ جواب: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. سؤال: ما أركانه؟ جواب: أركانه خمسة وهي: الأول الإيمان، الثاني الإسلام، الثالث الإحسان. سؤال: ما مراتب الإسلام؟ جواب: مراتب الإسلام ثلاثة وهي: الأول الإيمان، الثاني الإيمان، الثالث الإحسان. سؤال: ما الإيمان؟ جواب: هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. سؤال: ما أركان الإيمان وما عددها؟ جواب: أركان الإيمان ستة وهي: الأول الإيمان بالله، الثاني الإيمان بالملائكة، الثالث الإيمان بالكتب، الثالث الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان باليوم الآخر، السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. سؤال: هل للإيمان ثبوت؟ جواب: لا، ليس للإيمان ثبوت، لكنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سؤال: ما الإحسان؟ جواب: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سؤال: هل للإحسان أركان؟ جواب: لا، ليس له أركان وإنما له ركن واحد. سؤال: ما معنى لا إله إلا الله؟ جواب: معناها لا معبود بحق إلا الله. سؤال: ما شروط لا إله إلا الله؟ جواب: شروطها سبعة وهي: الأول اليقين، الثاني المحبة، الثالث الصدق، الرابع الإخلاص، الخامس العلم، السادس الانقياد، السادس القبول.
به. جواب: أعظم ما أمر الله به التوحيد. سؤال: ما التوحيد؟ جواب: هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سؤال: كم قسما للتوحيد وما هي؟ جواب: للتوحيد أقسام ثلاثة، وهي: الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. سؤال: ما توحيد الربوبية؟ جواب: هو إفراد الله عز وجل بالخير والملك والتدبير. سؤال: ما توحيد الألوهية؟ جواب: هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. سؤال: ما توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. سؤال: ما فائدة التوحيد؟ جواب: هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد، والهداية في الدنيا، وتكفير الذنوب. سؤال: ما أعظم الذنوب عند الله تعالى؟